الكشري شو بيعملوا الحاجات دي؟ ايوه يا حبايب قلب ماما لولو، مساء الفل، مساء الهنا، مساء الخير ومساء السعاده على حبايبي. انا النهارده بقى هتقولي لي بتعملي ايه يا ماما لولو؟ هقول لكم بعمل طريقه حاجه حلوه قوي انتوا كلكم بتحبوها، حتى الدول العربيه بتموت فيها وبتعشقها. ايه هي خمنوا كده، ايه هي يا لولو؟ الكشري بالطريقة المصرية. ايه الكشري المصري؟ ايه الكشري المصري يا حبايب قلبي؟ المفاجاه العظمى الكبرى. ايوه احلى اكله عندنا في مصر، حرشه الاكله المصريه الاصيله، الكشري المصري. انا هعمله بقى بطريقه حلوه قوي قوي، كنت شايفاها من شيف مشهور الله يبارك له واعتمدتها خلاص، ما بعملش غيرها. هي كشري الرصاص زي بتاع السوق كده بالظبط، بالظبط كانك جايبه من كشري التحرير. والله افخم مكان فيك يا كشري، او فيك يا مصر بتاع كشري. فيكي يا كشري بتاع مصر. ايوه فيك يا كشري بتاع مصر. هنا بنعمل ايه بقى؟ هنا ده العدس. حاول بصي، ايوه بوريهم كده. هنا ارفعي ايدك كده عشان ما تنسيش. هنا بقى انا عملت ايه؟ انا دلوقتي بعمل العدس اللي بجد بتاعنا ده. بجيب بصلايه وبحمرها في شويه زيت وحته زبده، تمام؟ بتاخد لون مصفر كده، هي حمرت مني شويه. وبعدين بحط ايه؟ بحط العدس اللي انا نقعاه اقل حاجه ساعه. العدس اللي انا نقعاه اقل حاجه ساعه عشان ايه؟ يبقى طري وما ياخدش وقت معانا في التسويه. حاجه كمان حبايبي لحد كده حطينا العدس على البصل بشويه الثوم نصفرها شويه بالظبط. وهنعمل ايه؟ هنقلب، هنديله تشويحه حلوه كده متينه مع البصل ومع الثوم. ونتبل بايه بقى؟ ثواني، بمكعب مرق الدجاج ماجي او هاينز فود، اي نوع يعني عندكم، عايزه اقول اسماء شركات هو يصلح. تمام؟ ونقلب بالظبط يا لولة قلبي. بصوا بقى، واو الشياكة والأناكة. شويه ايه؟ فلفل اسود حلوين زي الفل كده، اوف كورس. شويه ايه؟ ملوحة يعني ملح. ايوه ملح مملح، مش ملح مسكر أكيد يعني. ونقلب الكلام ده كله مع بعض. وراعوا بقى في الملح في كل حاجه من الرصات بتاعه الكشري، يعني ما تكتروش ملح قوي في كل حاجه عشان في الاخر الحصيله ما تبقاش ملح كتير. لان هنا هنحط برده على الرز حته مرق الدجاج، وهنا برده حطينا مرق الدجاج على العدس وملح. فنراعي ايه؟ نوايم في موضوع الملح ده عشان الدنيا ما تفرطش مننا والملح يزيد قوي كده. اوف كورس. يبقى مش حلو، ما يتاكلش. لما الملح يبقى اقل احسن من ان الملح يبقى كتير. اوف كورس. هنا بقى بنزود شويه ميه سخنين، بس انا ما لحقتش اسخن معلش. اوكي، حطيت شويه ميه دوب يغطوا العدس، لان العدس اصلا ايه؟ قلنا ايه؟ منقوع بقاله ساعه، فاوريدي كده طري ومش هياخد معانا ايه؟ وقت في التسويه كتير. تمام يا حبايب قلبي؟ وقفي يا لولو ثواني. هنا بقى حبايب قلبي الورد، او اللي بيقولوا عليه البصل الورد، قصدي البصل اللي بيقولوا عليه الورد في محلات الايه؟ في بعض اماكن في مصر بيقولوا عليه الورد. ده هو البصل المحمش ده، الناشف المقرمش ده، اللي بيتحط على وش طبق الكشري. تحفه وطالع مقرمش معايا وجميل. ثانية ادوق دوق يا روحي. بيوتيفول. انا بدوق اي حاجة يا جماعة. انا شايفه. هنا بقى سلقنا الحمص، برضو بتنيخوه او بتطروه شويه في الميه حوالي ساعه، ميه دافيه وميه ساعه مش هتفرق، حوالي ساعه اقل حاجه، لحد ايه؟ عشان يبقى كويس معاكم في يطرى كده ويبقى سهل معاكم في التسويه. تمام؟ لحد ما يتنيخ كده وتسووا بقى ايه؟ في ميه مغليه. انا بعمل حلبسه، اللي هي الحلبسه المصري العاديه، نحط في كوبايات ميه، الميه بالحمص، وعليها طبعا عصير الطماطم، شويه الدقه وشويه الشطه، وبالالف هنا وشفا، يعني بتبقى تحفه مع طبق الكشري كده ما اقولكمش. ونخلي شويه بقى كده قبل ما احط الطماطم على الكلام ده على جنب، بنحطه على وش الكشري، او بخليه في الحله عادي، باخد من الحلبسه عادي شويه حمص كده على وش طبق الكشري، والباقي في كوبايه بنشرب ونبلع مع الكشري، بتبقى تحفه. ماما حاليا بتعمل الطماطم وانا ماسكه بتاعي. بصوا هنا كنت مفرزه طماطم صلصه في الفريزر، طلعتها فكت شويه، اوكي، وحطيت حته منها اهو عشان هي لسه متلجه على الحلبسه، هتسيح وهتعمل لنا احلى حلبسه واحلى ميه حلبسه. حلبسه بعد ما يخلص تاني التتبيله. ايوه التتبيل بقى بعد ما يخلص ايه؟ التسويه، لما تعمل التسويه بتاعته. تمام؟ دلوقتي هنعمل ايه يا لولو؟ ايه يا لولو؟ هنعمل ايه؟ سلطه الكشري. ازاي يا حبايب قلبي يا حلالي؟ يا حلالي. ازاي؟
هنحط بقى ايه معلقه توم في المتين كده، معلقه التوم المتينه الحلوه تستاهل بقكم. خلينا نحط شويه ايه، شويه الزيت. لا تشينا يا تشينا. تمام، وطي النار شويه لمره عشان الايادي ما تتلسعش. نبقى حريصين كده على حاجاتنا. اوف كورس بنعمل نحافظ على حاجاتنا وادوات المطبخ. اوف كورس اوف كورس. حاجه مش رخيصه. بالظبط. كله بالغالي دلوقتي. بصوا الحلبسه حلبسه. هنا بقى الحلبسه خلاص خلصت اهي. نسيب الطماطم اللي فيها او الصلصه اللي فيها تفك براحتها، بس هو عشان يستوي خلاص انا هملح. خلاص ايه انا هملح. انا هعمل هحط شويه كمون وشويه شطه ومقلب بدي كده وكده زي الفل الكلام. كده احلى كده. لا قلبي بحاجه تنزل. اوكي كده احلى كده. ماشي. طبعا ماما كانت بتقول لكم مش هنكتر شطه، بقول مش هنكتر سلطه. السلطه دي هي الاساس. سلطه؟ لا مش هعمل سلطه. الكشري المصري ده الكشري بتاع السوق ما بيتعملش جنبه سلطه. بجد والله. سلطه لا ما بيتعملش، بتعمل سلطه. السلطه والدقه بس. اوكي اوكي. حول الله يا رب. ثانية. يا جماعة الخير، فضل الخير على رأي ماما. ما بيقولوها كده، انا مش عارفه معناها ايه. وقفي ثواني. اقوم انا طبعا زي الشطره كده اجيب اللي هنا ده احطه هنا، اللي هنا ده احطه هنا عشان اسيح، يعني على اساس انها هتسيح يعني مثلا. مثلا يعني الملح طبعا. هتيجي بالهبل. هبل. هبل. اشطر شطوره لمار على فكره. يا حبيبتي شطوره قلبي دي. روح قلبي. تفهم بسرعه وتستوعب الوصفه وتعملها على طول لوحدك. اوف كورسي لمار شاطر. اوف كورسي. وقفي كده. كده هنسيب الصلصه بتغلي بقى مع نفسها يا اخواتي. اخواتي. اوكي كنت بحاول اقلد ترند يعني، بس لا مش عارفه. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الشعريه بتاعه الرز. انا بعمل بعمل الرز بتاع الكشري المصري بالشعريه. حمر له شويه شعريه محترمين الاول. تمام. شويه زيت وحته زبده. اوكي قلبي يا لولا على برنامج. انا لولا وقفي كده يا جايز. مش واقفه لما قلت لك. انا بحب اعمل حاجات هبله كده. بحب اعمل حاجات هبله في الشعريه يعني، وفي الاخر ابهدلها كده. يلا عامه خليكم معانا. وطبعا نسيت اقول لكم حاجه، طبعا اكيد اللي جاي في الفيديو ده اكيد شاف الشورت اللي هو الجزء الاولاني اللي هو 3 دقايق، عشان تبقوا عارفين يعني. اللي ما شافوش اللي جاي على الفيديو ده على طول يشوف الشورت بقى. بادئين يعني من الاول. بصوا هنا اهو حمرنا الشعريه صفرناها كده تاخد لون اغمق سيكه اهو. بصوا حطينا بقى هنا الرز الرزلوز بعد ما اتغسل طبعا اوف كورس. بالظبط كده هنقلبه بقى الشعريه. نقلب كده ونشوحه تشويح حلو قوي في الزبده والزيت مع الشعريه لحد ايه واو ما يشخلل كده في الحله كده. عرفوا ان هو ايه. هتحطوا عليه الميه المغليه مع الرز. هيبقى ايه الرز سخن والميه سخنه يطلع رز مفلفل. يطلع رز على راي الشيف حسن. الله يمسيك بالخير يا شيف حسن، علمتنا حاجات حلوه كتير. الله يمسيك بالخير يا شيف حسن ويمسيكي بالخير يا ديت. يا ديت نسي روحها بقى. الله يرحمها. هي بتتقلل العيش بس. العيش بس. ويرحمها. بالظبط. الواحد المفروض دايما يذكر اللي ليهم الفضل عليه ودايما يتمنى لهم الخير ويقولوا لا ده هم يعني يقولوا علموني ايه فهموني ايه. دي من الامانه وده من واجبنا لما نتعلم حاجه مفيده تفيدنا في حياتنا. ما ينفعش ان احنا نبخس حق اللي علمنا. لازم نقول لو عايش الله يمسيه بالخير والله يبارك له، ولو ميت الله يرحمه. فهو ده واجبنا وهم دول ولاد الاصول. لما يعملوا كده كده هم ناس عارفه الاصول وتتقي الله. بالظبط.
عارفه في الاصول وبتتقل. مش عارفه ايه اللي خلاني عارفه، بس قعدتها خلاص. عشان طفيته قلت واجب علينا ان احنا ما نتجاهلش حق اللي علمنا ابدا. ماما اوف كورس. هنا هنبهر بقى الرز شويه فلفل اسود، انا كنت حاطه قبل كده وكملت تاني قدام الكاميرا. شويه ملح مش كتير، ومرقه الدجاج اللي قلنا عليها. وقفي. هنا بقى يا حبايبي شوحنا الرز وحطينا عليه العيد بتاعه ميه مغليه. تمام، يا دوب بس غطينا الرز كده ايه بنص سنتي عشان ما يبقاش معجن، يبقى مفلفل معانا وحلو. تمام، هنسيبه يتشرب، بعد كده نغطي عليه ونسيبه على نار هاديه يستوي عليه. هنا بقى عملنا الدقه. عملناها ازاي؟ الدقه اللي هي بالثوم دي والخل عملناها ازاي؟ حطينا في الخلاط او في الكبه معلقه ثوم محترمه وعليها شويه زيت، فلفل اسود، كمون، ملح، وشويه ايه الخل، ونخلط خلطه حلوه كده بتدي الريم الابيض ده. هي دي الدقه بتاعت السوق، دي الدقه المحترمه بتاعت السوق، الدقه الحقيقيه، مزازه، طعم الثوم واضح فيها، الملح مظبوط والتوابل مظبوط. نديها غلوه كده على النار تبقى ريحتها تحفه. وخلاص على كده الدقه خلصت. هنا بقى وقت الشطه، بعمل دقه الشطه. بنجيب زيت نسخنه نحط عليه. ايوه الحمد لله. خدوا بالكم من الشطه عشان تبقى حاميه قوي. ثانيه 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 ثانيه. ايه هو انا بعطس ولا عايزه اعطس ولا حاجه غلط؟ ايه مش عارفه اعطس ولا عارفه الكحه، مش فاهمه حاجه. تصوري؟ اه تمام كده احنا عملنا شطه ايه الزيت، يا دوب غلوه بسيطه كده. نحط عليها شويه دمعه. بس كده. يا لهوي كده بقت ريحه ريحتها صعبه لان هي فعلا حراقه قوي. تمام، الصلصه طبعا. يا ربي مش يا لهوي صعبه قوي. عايزه اقول لكم الشطه نار شرقتنا وبحتنا بشكل مش طبيعي. هنا حطينا حله فيها ميه، هنسلق بقى المكرونه. مكرونه ايه؟ سباكيتي، والمقصوصه الصغننه اللي هي بتاعه ال عايزه اقول لكم لسه الشطه عامله مفعولها، عامله عمايلها مش معايا. قادره. تمام، حطينا شويه الملح على الميه، نغلي الميه ونسلق المكرونه. نغلي الميه ونسلق المكرونه. تمام، شويه زيت ونسيبها بقى ايه عايزين نعمل ترند الكركم يا ماما. تغلي براحتها. نعمل سيبها تغلي براحتها. عايزه اقول لكم بقى المفاجاه بتاعه الكشري. تارارارا. طبعا انتوا كلكم عارفين ايه ده طبعا. ايه ماشي. اسمه ايه ده يا ماما؟ ده العيش المحمر بالظبط. اسمعوا بقى القرمشه. المحمر ايوه اسمعوا القرمشه. ده اساسي مع الكشري عشان يعيشنا اجواء الكشري بتاع السوق والرصاص والكلام ده. بالظبط. ما ينفعش نعمل الاكله دي في البيت الا لما نجيب العيش الشامي ده ونحمره. واو انا اللي عاملاه برضه، مش جايباه جاهز. طبعا رهيب. مستاهل بقكم. اهو هنا الميه غليت، هنحط بقى المكرونه تتسلق. سباكيتي والصغيره اللي هي المعروفه بتاعت الكشري المعروفه. اه صغننه خالص دي. هاتي واحده. الاثنين بعمل خليط مع بعض بالمعلقه. اهو. الصغيره دي يا حسبي بخار الميه يا حبيبتي. ايوه هو الموبايل يقع في الميه بس. حاضر. هوقعك وراك، هوقعك وراك كده، هخليكي في الميه المغليه. حبيبتي. لا يا اختي، لا يا اختي بعد الشر. ها تمام اهي. هنسيبها بقى ايه كده تغلي شويه. خلاص اهي تغلي بس شويه، بس نهوي الغطا كده عشان ما تخرش يعني. هنتابعها. انتظرونا. ادي اهو كل حاجه في الكشري، الرصات كلها جهزت. ادي العيش المحمر، وده الحمص حلبسه، والحمص اللي اتحط على الوش وحلبسه في نفس الوقت. العدس، البصل المحمر، الدمعه، والرز والمكرونه بالظبط. وادي الدقه، وادي الشطه المشطشطه المولعه. شطه اسواني دي. اه تمام، يلا بقى نعمل الرصات بتاعته. يلا بينا اخدي ماما حبيبتي. نعمل لصاحب البيت رصه الايه الكشري. مش بيعملوا الحركات دي؟ ايوه
اول حاجه بنعملها ايه بقى؟ الرز المرزرز. شويه الرز. ايوه انا بحط الراس الاولانيه رز. ايوه تمام. شويه الرز اهو. مكرونه. مكرونه. نحط شويه المكرونه على الوش. ايوه حاسبي الدمعه فوق تحتيكي عشان تحت ايدك عشان ما تعملكيش لسع من البخار. تمام. تمام التمام. وادي العدس كده على الوش اهو. ايوه يا جامد. وبعدين شويه الحمص الفينيشنج بقى. الحمص ونخلي شويه عشان هنحط في الكوبايات وفوقيهم الايه؟ البصلولي يا لولي. البصل. الجمدان ده يا لولي. وبعدين ايه؟ الدمعه. ايوه بقى. هنعملها كده داير ما يدور. ايوه والله زي بتاع بره بالظبط. داير ما يدور. واحلى، هيبقى احلى بكتير كمان. قولي عسل يا لولو، انتي جابره بخاطري دايما. انت روح اقلب يوم في ايه؟ الناس هيقولوا ايه؟ مش عارفه. هيقولوا ايه ده؟ الناس دي جايه تغلس علينا، الناس دي جايه مش عارفه كده رصينا رصه كشري المتينه، الكشري المصري الجميل، وبألف هنا وشفا حبايبي. باي باي. تنسوش اللايك والمتابعه وسبسكرايب. تابعونا كتير، انتظروا مننا فيديوهات اكتر عن وصفات واحنا بناكل وحاجات جميله زي كده. واستنونا في لايف النهارده ان شاء الله. هنفتح لايف النهارده واحنا بناكل باذن الله يا حبايبي. يلا باي يا رب باي. تكون الطريقه عجبتكم. يلا باي باي. سلام.